السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة حاجة كويسة. كلنا بنحبها وكمان ولادنا كلهم بيحبوها وبيطلبوها على طول. وبدل ما نجيبها من بره وهي غالية جدا دلوقتي، فنعملها في البيت وبأبسط التكاليف وكمان طعمها احلى بكتير. هنعمل مع بعض فراخ بطريقة كنتاكي. معايا فرخة، انا قطعتها الصدر حوالي 3 قطع علشان الصدر كان كبير شوية، والورك قطعته على 3 قطع، اللي هو الدبوس لوحده، والحتة التانية دي قطعتها قطعتين، يعني كده الدبوس زي كده لوحده، وقطعت القطعة التانية بتكون 2، والقطعة التانية اللي هي بتبقى مع الدبوس قطعتها على 2 زي كده. اما الصدر فقطعته الحتة دي اللي بيبقى فيها القرقوشة، ولازم تكون الفراخ متصفيه كويس. انا دلوقتي هعمل ايه؟ الفراخ دي اولا انا كنت غسلاها من بالليل ونقعها في ميه وخل وليمون كمان. لو عايزين تعملوا الوصفه دي يا ريت قبلها بيوم مثلا بليله تتبلوها وتسيبوها في التتبيله بتاعتها اللي انا هعملها دلوقتي، بس انا عشان طبعا مستعجله عليها ولازم اصورها النهارده، فانا هستكفي بايه؟ بساعتين تتبيل. التوابل اللي معايا للفراخ: معايا نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره فلفل اسود، ملح حسب طبعا ما انتي عايزه بتحبيها متبله ازاي، ملح كويس يعني مظبوط، كزبره ناشفه، ذره من الزعتر، شويه شطه اللي عايز، لو مش عايزين الشطه ممكن تحطوا بابريكا. انا عشان ما عنديش بابريكا حطيت بدلها معلقه صغيره صلصه طماطم عاديه، وفي جوز الطيب ربع معلقه صغيره، وفي توم باودر، وفي بصل باودر، وفي برضو ذره كركم، وفي مكعب مرق الدجاج مفروم او طحناه. هنقلب كل التوابل دي مع بعض وبعدين احطها على الفراخ. انا دلوقتي تبلتها وقلبتها كويس جدا، وهسيبها بقى في التتبيله يعني لحد ميعاد الغدا، ساعتين 3 ساعتين ونص. عايزه اقول لكم على حاجه، اني باجي عند الدبوس بتاع الفرخه وباجي من الحته دي كده واقوم مقطعاه لحد ما اوصل لفوق كده، علشان العظمه تبقى باينه بحيث ما يبقاش فيها اي دم لما تستوي، عشان النار بتاعتها بتبقى متوسطه، فاحنا مش عايزينها يبقى من جواها مش مستويه، تبقى فيها ما فيهاش دم. تمام، بتفتحوها بس فتحه كده. ودلوقتي هنكمل مع بعض بقيه الوصفه. نعمل بقى طبق رز جنبيه، رز برياني كده جميل جدا وهيعجبكم. انا عن نفسي بعمل كميه الرز، بعمل مجين وربع، دول بيكفونا يعني، فاللي عايز يزود براحته. حطيت سمنه او زبده وزيت على النار زي ما انتم بتحبوا، وبعدين هحط مع بصل مبشور، بصلايه كبيره مبشوره او مفرومه يعني، بس ناعم يعني صغير جدا. هنشوح البصلايه شويه، ودلوقتي البصله اتشوحت، هنعمل دلوقتي هنحط الرز. ودلوقتي هحط عليه معلقتين كبار من خلطه الرز البرياني. بتلاقوها في المحلات الكبيره، هتلاقوها كيس كده مكتوب عليه خلطه الرز البرياني، جميل جدا يا جماعه، لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوا الرز بالطريقه دي، حلو جدا، وهقول لكم البديل بتاعها لو مفيش هتعملوا ايه. اهو دلوقتي قلبناه شويه وهنحط الميه المغليه. بس كده تمام. وقبل ما الرز يستوي تماما يعني، هحط عليه جزرايه مبشوره قبل ما اطفي بدقيقتين. ودلوقتي هغطيه واسيبه على النار. اقول لكم بقى، لو ما عندكوش خلطه الرز البرياني دي، او لو ما لقيتوهاش، ممكن يبقى عندكم في البيت التوابل اللي انا هقول لكم عليها دي بتاعه الرز البرياني. مكعب دجاج، وملح، فلفل وملح طبعا حسب الكميه اللي هتحطيها او هتطبخيها، فلفل اسود بسيط جدا، وبصل بودر مثلا ربع معلقه، وربع معلقه، بس ما تنسيش طبعا في الاول البصله اللي احنا بنشوحها في الاول دي اكيد، ربع معلقه كركم، ربع معلقه جوز الطيب مبشوره، ربع معلقه كمون، ربع معلقه كاري، ربع معلقه قرفه، ربع جنزبيل، ربع بابريكا، ربع قرنفل، سكر بسيط جدا يعني على طرف المعلقه حاجه بسيطه، وربع معلقه ملح ليمون لو موجود. طبعا الحاجات دي كلها هتعمل كميه ممكن تكفي كيلو رز، طبعا انت حسب الكميه اللي عندك بقى. تمام. ودلوقتي الرز استوى خلاص،
هحط عليه الجزريه اللي قلت لكم عليها مبشوره، تديله طعم حلو جدا يا جماعه وبتخليه طري جدا. هنقلبها بقى وبعدين هسيبها دقيقه وهطفي النار. في خطوه اختياريه، انا بحب احط عليه معلقه كبيره زبيب. لو مش عايزين بلاش، هو كده كفايه يعني، هو بالجزر كده تمام، بس انا بحب احط الزبيب عليه. دلوقتي بقى هنعمل الكفر بتاع الفراخ. معايا كوبايتين كبار دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا، ومعاهم حوالي نص معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هو الكربونات، نحطه عليه. وعشان يبقى طعمه كويس ومظبوط ممكن نحط يعني شويه ملح صغيرين. هنقلبهم كويس. ومعايا كمان ميه بارده عادي من الحنفيه. هناخد بقى قطع الفراخ نحطها في الدقيق، نغلفها كويس بالدقيق وننفضها كويس. وبعدين هنعمل ايه؟ هننزلها في الميه بس يعني تنزيل سريع كده، وبعدين نرجعها تاني للدقيق. ودي برضو نفس الحكايه، ننزلها في الميه بسرعه كده وبعدين نحطها في الدقيق تاني. وهنعمل بقى الكميه بنفس الطريقه وهرجع لكم. ودلوقتي خلصنا الكميه. دلوقتي احنا هنحط الزيت على النار، ولما يسخن يكون متوسط الحراره، مش عالي قوي ومش واطي، وهنحمر. ودلوقتي الزيت سخن، وما نزنقش الطاسه اللي بنقلي فيها علشان الكفر ما يطلعش من على الفراخ. النار يا جماعه لازم تكون متوسطه، ما تكونش عاليه. وعايزه اقول لكم كمان ان في معلومه، ان الفراخ دي لو حبيتي تعمليها يا ريت يا ريت بتدي طعم اجمل بكتير لو انت بيتيها في التتبيله من بالليل، تبقى جميله جدا جدا جدا. وكمان اذا كانت الفرخه كبيره او الصدر كبير والورك كبير، نقطع الورك على 3 زي ما انا قلت لكم، والصدر برضو ممكن نقطعه 4 أو 3 عشان تديكي احسن تسويه وتكون مستويه كويس جدا من جوه من عند العظم. دلوقتي خلاص هبدا اطلعها كده، احمرت خلاص تمام. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده بالفراخ الكنتاكي. بس عايزه اقول لكم حاجه، اللي ما عندوش بيكنج صودا اللي هي الكربونات ممكن يستخدم عادي ربع معلقه صغيره جدا اللي هي بيكنج باودر عادي. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.